لو رجعنا بالزمن، هل كنا هنغير العالم ولا هنكرر نفس الدايرة؟ تخيل إنك تقدر ترجع بالزمن، تغير لحظة واحدة بس، قرار بسيط، نظرة، كلمة، أو حتى تأخير لدقيقة واحدة. هل تفتكر العالم هيفضل زي ما هو؟ ولا هيبدأ كل شيء يتغير من أول وجديد؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده، ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت الجميل. وطبعا كالعادة لازم نبدأ مع بعض من أول السطر. في علم النفس في نظرية اسمها تأثير الفراشة أو الباترفلاي إفكت. النظرية بتقول إن رفرفة جناح فراشة في الصين قد تتسبب بعد سلسلة معقدة من التفاعلات في إحداث إعصار في أمريكا. النظرية بتفترض إن الأنظمة المعقدة زي الطقس أو الأحداث التاريخية حساسة جدا لأي تغيير. تغيير بسيط في البداية بيؤدي إلى نتائج ضخمة وغير متوقعة بمرور الوقت. وده مش عشان إن الفراشة قوية ولا أمريكا والصين قريبين من بعض، لكن لأن العالم نظام معقد ومتشابك، شبكة مترابطة جدا، كل خيط فيها بيأثر على التاني بطريقة إحنا مش بنشوفها. كل قرار بسيط هو جزء من نسيج الأحداث الكبرى. تخيل لو نيوتن ما قعدش تحت الشجرة في اليوم ده، يمكن ما كانتش التفاحة وقعت، وكانت فكرة الجاذبية اتأخرت عشرات السنين. ده جزء من نظرية تانية اسمها نظرية الفوضى أو الكيوس ثيوري. الراجل اللي جاب لنا الفكرة تأثير الفراشة ده هو عالم أمريكي اسمه إدوارد لورنس. كان عالم شاطر جدا في الرياضيات والأرصاد الجوية، يعني كان تخصصه إنه يحاول يتنبأ بالطقس، وقضى معظم حياته بيشتغل على الكلام ده. النظرية دي ما ظهرتش وهو قاعد بيفكر، لا دي طلعت معاه بالصدفة بسبب غلطة بسيطة عملها. كان بيحاول يتوقع الطقس. لورنز كان عامل برنامج على الكمبيوتر عشان يتوقع شكل الطقس باستخدام معدلات. في مرة حب إن هو يختصر الوقت، فبدل ما يكتب الرقم بالكامل اللي هو 6 خانات عشرية زي ما كان متخزن في ذاكرة الكمبيوتر، كتب أول 3 خانات بس. يعني بدل ما يكتب 0.506127 كتب 0.506. هو توقع إن الفرق مش هيكون كبير، بس الكمبيوتر طلع نتيجتين مختلفتين تماما بعد فترة قصيرة. الفرق البسيط جدا اللي هو عمله في البداية خلى سيناريو الطقس كله يتغير بعد كام يوم. هنا لورنز فهم إن الأنظمة المعقدة زي الطقس بتكون حساسة جدا لأي تغيير بسيط. يعني أقل حاجة ممكن تحصل زي رفرفة جناح فراشة ممكن على المدى الطويل تقلب الدنيا وتعمل إعصار في مكان تاني خالص. الخلاصة إن التنبؤ بحاجة معقدة زي الطقس على المدى الطويل شبه مستحيل. وده كان ميلاد للنظرية الأصلية اللي هي كيوس ثيوري أو فوضى الكون، اللي بتقول إن أصغر سبب ممكن يعمل أكبر نتيجة. أو موقف تاني، إنك من 25 سنة وإنت رايح تقابل الست اللي إنت اتجوزتها دلوقتي كان حصل لك حادث منعك إنك تروح تقابلها، فهي مشيت وخلاص. كان هيترتب على الموقف ده عشرات الاحتمالات. كل واحد فيكم هيكون له حياة تانية وأولاد مختلفين. كنت أنت ممكن تهاجر أمريكا وتتجوز أمريكية وتخلف عالم كبير يغير العالم، وهي هتتجوز حد تاني وتعيش في مكان مختلف وعلاقات تانية، وهكذا. عندنا عشرات الاحتمالات كلها بسبب إنك اتأخرت وما رحتش الميعاد اللي كان مفروض تروح. طبعا الوقت كل واحد وواحدة فيكم بيقول يا ريتني ما كنت رحت. عندنا مثال تاني، لو انك رجعت بالزمن للحظة ما كنت بتكتب رغباتك في الثانوية العامة وغيرت الكلية اللي انت دخلتها، تخيل كم التغيرات اللي هتحصل. طبعا كلية مختلفة، دراسة مختلفة، أصدقاء مختلفين، شغل مختلف، معارف مختلفة. كل حاجة هتتغير بسبب حاجة واحدة بس، إنك غيرت دراستك. بالنسبة لي أنا عايزة أرجع دقيقتين بس، ألحق أمسح كلية التربية من الرغبات، وبدل ما كنت أطلع مدرسة كنت أطلع أشتغل، يا رب حتى أشتغل زي الأكيل، أي حاجة. الفكرة هنا
إن الحاجات اللي بنعتبرها صدفة أو تغيير بسيط دي بتبقى الشرارة الأولى اللي بتغير التاريخ كله. نظرية الفراشة هي مش مجرد رفرفة جناح بتغير العالم. احنا لو فكرنا كده شوية هنكتشف إن الفراشة دي هي احنا الفراشات. وكل حاجة بنعملها هي الرفرفة بتاعتنا. كل كلمة بنقولها وكل كلمة بنسكت وبنخاف نقولها، كل شخص بنقابله، كل مرة قررنا نمشي في طريق ونسيب طريق تاني، كل حاجة من دول هي رفرفة صغيرة بتبني عالم أو تهدمه. يمكن لو فكرت في كلمة انت قلتها لشخص في لحظة معينة وفي لحظة ضعف كان محتاجها، كانت سبب في انه يكمل حياته. يمكن سكوتك في لحظة معينة كان بداية لانهيار علاقة أو ضياع حلم أو فرصة أو حاجة كان نفسك فيها بس انت سكنت في الوقت ده. الحقيقة ان احنا دايما بنغير العالم بس من غير ما ناخد بالنا. احنا حاسين ان احنا أصغر من اننا نغير العالم، لكن احنا فعلا بنغير العالم. طيب احنا لو افترضنا النظرية دي وقلنا خلاص هنرجع للماضي وهنصلح المستقبل وهنغير اللي حصل، هل احنا فعلا هنصلح المستقبل ولا هنسيب كل حاجة زي ما هي؟ السؤال ده كان في مسلسل ألماني حلو قوي اتعرض من فترة، كان اسمه دارك. كان بيناقش الفكرة دي بشكل عميق جدا. بتحس انك حرفيا كده دايخ وتايه مع الأبطال وهم بيحاولوا يجاوبوا على السؤال ده. غيرنا الماضي، هل فعلا هنصلح المستقبل ولا هنكرر نفس الأخطاء في حلقة أبدية لا تنتهي؟ في مسلسل دارك كل شخصية كان عندها خطأ عملته في الماضي، فكانت بتحاول إن هي ترجع وتصلح الخطأ ده. لكن المشكلة اللي كانت بتحصل إن كل محاولة لكل واحد فيهم عشان يصلح الماضي كان بتولد وبينتج عنها كارثة أكبر، وهكذا لحد ما اكتشفوا إن المشكلة مش في الزمن، المشكلة في رغبتنا إحنا إننا نغيره. يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الزمن بالشكل ده عشان يعلمنا إن بعض التفاصيل لازم تفضل زي ما هي، وإن الحكمة مش دايما في التغيير، أحيانا بتكون الحكمة في القبول، وإن الخير فيما اختاره الله. أنت لو فكرت كده إنك رجعت بالزمن وإنك كنت هتغير أي حاجة ولا كنت هتفضل تسيب كل حاجة زي ما هي؟ اللي بيغير الزمن بيبقى عايز يغير حاجات كتيرة مش عاجباه. اللي هيسيب كل حاجة زي ما هي هيكون عارف إن كل تفصيلة مهما كانت حتى الحاجات المؤلمة كانت سبب إنك تبقى الشخص اللي أنت عليه النهاردة. العبرة إننا مش المفروض نرجع نغير الماضي، لكن الحقيقة إننا مفروض نفهم الماضي، لأن فهم الماضي هو التغيير الحقيقي. لما بتفهم الماضي وبتعرف إيه مشكلتك اللي حصلت فيه، دي اللحظة اللي الزمن نفسه بيقف فيها عشان يسمعك وانت بتقول أنا اتعلمت من أخطائي ومش هكررها في المستقبل. أتمنى إن احنا تكون اتعلمنا حاجة مفيدة في الحلقة، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت، وأتمنى كل واحد في التعليق يقول لي إيه الحاجة اللي كان يتمنى لو في فرصة إن يرجع بالزمن ويغيرها. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية من أول السطر.